صاحبي اللي الايام دي بيعمل حاجات بتضيع عمره وشكله كده مش هيبقى صاحبي. بس لا ما اقدرش، انت حبيبي وروح قلبي. اخبارك ايه؟ وحشتني والله. عايزين نكمل السلسله الحلوه دي اللي بتحاول تساعد بيها ناس كتير جدا. اصدقائي الحلوين اللي بحاول اساعدهم هم برضه مصرين يزعلوني. مش عارف ليه انت بتزعلني، ليه بتعمل كده ليه؟ بس المهم والاهم، اهلا وسهلا، ازيكم؟ انت مش عاجبني الكام يوم دول، او الايام كتير ما بتعجبنيش، بتعمل حاجات كتير مش حلوه. انا جاي الحقك، فيلا نلحقك. تاخد بق في حاجه بتحصل معاك كل يوم وانت عارف انها بتضيع عمرك، بس برضه تعملها. بتصحى من النوم كل يوم ناوي تبدا، تفتح اللابتوب وبعدين تقول ما تيجي نشرب قهوه، تقعد وتقول اشرب القهوه شويه وبعد الفيديو نشوف ورانا ايه، وتقوم وتقول ايه ده في حاجه هنا متوسخه، اما روقها، وتلاقي اليوم خلص من غير ما تعمل اي حاجه، وبتحس بكره كده جواك في صدرك لانك كنت ناوي بس ما عملتش. بس يا سيدي انا عايز اقولك لو ده بيحصل معاك فانت مش لوحدك، وانا مش جاي اقولك ان حضرتك كسلان، انا جاي اقولك ان في سبب نفسي ولو فهمته هتعرف تطلع منه النهارده وبعد الفيديو ده. تاخد بقى ده يا سيدي حاجه اسمها تسويف، وعلشان نكسر كده التسويف ده لازم تفهمه وتحبه قبل ما تهزمه، وده اللي هنعمله النهارده. انت ليه بتسوف او احنا ليه بنسوف؟ الناس بتفتكر دايما اللي بيأجل ده انسان فاشل كسلان، وبرضه بيسألوا نفسهم ليه احنا دايما بنأجل. بس في الحقيقة يا سيدي التسويف ده مش كسل، التسويف آلية دفاع نفسي. العقل بيهرب من المهم، بس مش عشان مش قادر يعمله، لانه خايف من احساس ورا الموضوع ده، ورا اللي هو بيعمله، ورا اللي هو مأجله. يعني انت ما بتذاكرش عشان خايف من خطورة النهاية والامتحان، ما بتبدأش بيزنس وشغل عشان خايف من النتيجة بتاعته وانك تخسر، خايف تفشل، خايف تطلع مش قد التوقعات، خايف من نظرة الناس ليك. بتأجل كتابة رسالة أو بحث عشان لو فشلت، بس إن أنت تبقى فشلت قبل ما تبدأ بجد ما ينفعش. بتأجل المكالمة أو القرار علشان بس المواجهة ما توجعش، أو ببساطة مش شايف قيمة الحقيقة في الحاجة اللي أنت بتعملها. أنت مش بتأجل الفعل، أنت بتأجل الإحساس المربوط بالفعل، وده اللي بيخليك تدخل في دايرة التسويف، جلد ذات، إحباط، كره لنفسك، ودي دايرة مميتة وممكن تستمر معاك لسنين وشهور لو ما كسرتهاش. ودي حاجة اسمها avoidance coping mechanism، آلية بتخلي دماغك تبعد عن الألم. فأنت في الحقيقة مش ضعيف، أنت حساس بس زيادة، بس بتحاول تدافع عن نفسك بطريقة بتدمرك. تاخد بقى. هل بقى في ناس بتنجز من غير إرادة؟ على فكرة الناس اللي دايما بتنجز ما عندهاش إرادة قوية، لكن عندهم حاجتين مهمين بيخلوا الإنجاز يحصل حتى لو هم مش في المود. واحد، إنه عارف هو بيشتغل ليه، مش بيشتغل علشان خلصانة هشتغله، بس بيشتغل علشان فاهم الهدف من اللي هو بيعمله. يعني مش بيصحى من النوم يقول أنا هشتغل ولا لأ ولا مش مهم، هو بيصحى عشان عارف ان هو صاحي عشان يشتغل، علشان يحقق كذا، علشان يحس بكذا، علشان يوصل لحاجة شبهه. مش بيصحى كل يوم يقول لنفسه ايه ده انا ابدأ منين، انا ما عنديش خريطة. تاني حاجة، بيعمل نظام يخدمه، يعني حتى لو دماغه مش متحمسة برضه بيشتغل علشان مبرمج نفسه على الحركة، مش مستني الحماس، مستني العادة تبدأ وتشتغل لوحدها. عنده روتين ولو حتى بسيط، وقت محدد للشغل، مكان معين، وأدوات جاهزة. يعني عمل لنفسه بيئة بتخليه يبدأ ويشتغل، هو بيمشي بسببها كل حاجة حتى لو مش فايق. وده اللي انت لازم تبدأ تعمله، تخرج من مود أنا مش فايق، أنا مش قادر، وتدخل في مود أنا عندي نظام بسيط بيشتغل لوحده. وهنا المفتاح، ابدأ حتى لو مش مستعد وهتلاقي نفسك بتكمل. تاخد بقى. ايه بعض الحلول اللي ممكن تكسر لنا التسويف؟ ممكن تعمل قاعدة لنفسك مش مهم مدتها، يعني ما تزيدش عن 5 دقايق، من دقيقتين ل5. اي حاجة صعبة ابدأها لمدة دقيقتين بس. عقلك بيخاف من البداية مش من الفعل، لما تبدأ 70% من الخوف بيختفي لانك كسرت حاجز البداية. لما بتبدأ كده بتكمل غصب عنك.
تاخد بق. 2 هو نظام المكافأة. حفز نفسك بمكافأة بعد كل إنجاز بسيط صغير. صدقني عقلك بيحب يربط التعب بالمكسب، حتى لو كوباية شاي، كوباية قهوة، 10 دقايق راحة. ده بيخلي عقلك يشوف إنك مش واقف، وكل خطوة بتحفز لخطوة بعدها. قسم اللي وراك واللي عليك، بدل ما تقول هخلص الحاجة دلوقتي حالا في قعدة واحدة، قسمها يا عم، قسمها. انت مش رايح تنام، صغر الحاجه، عقلك هيطمن. اعمل تايمر كل 25 دقيقه، كل 20 دقيقه تخلص شويه حاجات وتاخد بريك. اقفل التليفون وابدا. الطريقه دي بتخلي عقلك يشوف الشغل كانه لعبه، كل شويه بتلعب شوط، مش جبل حضرتك محتاج تحطه على الطاسه وتسلقه. قلل بقى شويه الكماليه، زود البدايه. الكمال عدو البدايه. مش لازم تبدا صح، بس على الاقل ابدا يا عم. اكتب جمله حتى لو بايخه، سجل فيديو حتى لو الاضاءه مش حلوه. الكمال بيتصلح بعدين وبتاخد بالك منه وانت بتكبر، لكن البدايه ما تتاجلش. تاخد بالك، مش لازم 20 حاجه في وقت واحد، عقلك هيهرب منك والله. هدفين بس يا عم، هدف واحد وابدا بيه اليوم، كمله طول اليوم. واحد، اشتغل في نفس الوقت والمكان كل يوم. اربط دماغك ببيئه ثابته. مكان بيساوي شغل، وقت بيساوي تركيز. جسمك وعقلك هتلاقيهم لوحدهم كده تلقائيا بيشتغلوا في الوقت ده والمكان ده. اقعد على المكتب مش على السرير. كل تفصيلة صغيرة حتى لو كانت نتوفة بتدي دماغك رسالة. احنا في مود الشغل، انجاز، عايزين نعمل حاجة، عايزين نخلص اللي ورانا. هديك بقى دلوقتي حالا تجربة شخصية وبجد فرقت معايا جدا. انا مريت بتجربه غريبه جدا مع التسويف. كنت كل ما اقعد اكتب سكريبت او ابدا فيديو الاقي نفسي رايح اغسل المواعين بجد، او اعمل لي كوبايه قهوه، او اروق الدرج، او افتح يوتيوب اقول لنفسي ان انا بحاول اتعلم اكتر. بس في الحقيقه انا كنت بهرب من الاحساس بالفشل. كنت خايف ابدا لحسن ما اطلعش قد التوقع اللي انا كنت فاكره. وفي يوم قلت لنفسي هكتب حاجه حتى لو مش عجباني. ولما لقيتني كتبت اول جمله ما كانتش عجباني او عجباني، لقيت نفسي كتبت اللي بعدها، وبعدين لقيت نفسي كملت وقعدت وكتبت بجد سكريبت كامل. وكنت كل مره بقعد بعمل نفس الحاجه بطلع بحاجه، وكل مره كنت باجل كنت بكره نفسي. لحد دلوقتي اكتشفت في شغلي ان اول 5 دقايق في بدايه الشغل هم اهم وقت. ليه؟ علشان بعدهم الشغل بيكمل لوحده. تاخد بقى. في النهايه يا سيدي في جمله بقولها لنفسي كل يوم: انت مش محتاج تكون عبقري، انت محتاج بس ابدأ. مفيش حاجة هتكون مثالية ومفيش وقت هيكون مظبوط، بس دايما في حاجة بسيطة ممكن تبدأ بيها. التسويف مش لعنة ومش ضعف، التسويف ده علامة ان جواك طاقة، بس انت المشكلة مش عارف تطلعها ازاي. وده شيء طبيعي، بس المهم انك تنتصر عليه. في لحظة مهمة لازم تقول فيها لنفسك كفاية تأجيل، كفاية جلد ذات، كفاية خوف. خد اول خطوة حتى لو بسيطة، بس على الاقل تبقى بدأت، والشغل هيبدأ والباقي هيجي لوحده. تاخد بقى. يا سيدي عايزك تكتب لي في الكومنتس ايه الحاجة اللي انت مأجلها بقالك كتير وهتبدأ فيها من النهاردة اول ما تقفل الفيديو. وخلي الفيديو ده يكون نقطة تحول ليك، لانك لما هتبدأ حاجة كنت مأجلها بقالك شهور هتحس انك انت رجعت تتحكم في نفسك وحياتك من جديد. تاخد بقى. وبس يا سيدي نيجي هنا عند نهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، ونكون عرفنا نعالج التسويف والكسل والامور اللي ملهاش لازمه في الحياه دي اللي معطلاك عن حاجات كتير. وانا واثق جدا ان انت فيك اكتر بكتير تقدر تقدمه، بس انت اللي مش واخد بالك. انت مش كسلان ولا فاشل، انت زي الفل، بس محتاج تبدا. وانا جاي معاك النهارده عشان نبدا انا وانت يا سيدي. خدوا بالكم من نفسيكم، ان شاء الله تكونوا بخير دايما وبصحه وسلامه. اذا وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. معاكم محمد صالح موكا، يحاول ان يعالج التسويف اللي بقى موجود في الحياه وموجود في كل حاجه بقينا بنعملها، لمجرد بس ان احنا فاكرين اللي من وراه ان احنا كسله وفشله، واحنا اصلا مش فاهمين ان هو حاجه نفسيه وقفانا عن ان احنا نبدا. فيلا نبدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المره الجايه.